السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم أكلة الأوز الفلسطينية. إن شاء الله رح تنال إعجابكم. هلأ رح بلش بالمقادير، ما رح طول عليكم. هلأ عندي هون بالنسبة للدجاج، أنا بفضل الفخاد. انتو زي ما بتحبوا صدور، فخاد، جناحات اللي بتحبوه. وهون منظفين جاهزين، نظفتهم بالليمون وبالطحين بزيت الزيتون. يعني نظفتهم جاهزين عشان الزنخة. هلا عندي بصلتين وإصبع جزر. هلا ليش بدي أحط معه جزر؟ عشان بعطي للمرقة طعمة طيبة. هلا عندي معلقة كبيرة ملح، زي ما بتحبوا تملحوا. بحب ملح خفيف للمرقة. وهون رح احط هيك ويك، يعني مكعب ماجي كمان في موجود ملح. هون معهم عندي مكعبين بس انا رح احط واحد. هلا عندي بالنسبة للبهارة للمرقة رح احط لها حبة لومي، عود قرفة، كم حبة قرنفل، عفوا مو قرنفل، هيل. وعندي هون ورق الغار للزنخة. هلا بالنسبة للبهارات عندي قرفة ناعمة مطحونة ناعمة، عندي هون فلفل أبيض، فلفل أسود من كل نوع معلقة صغيرة، وبهارات مشكلة. وعندي هون كاري من كل نوع معلقة صغيرة. هلا راح احط بالطنجرة زيت. هلا انا هيك عندي الطنجرة حطيت فيها زيت، شي 3 معالق 4 معالق كبيرة زيت. هلا راح شغل الغاز عليها، بس يحمى الزيت راح اضيف له الدجاج. هلا عندي هيك الزيت حمي، راح اضيف دجاج. انا هلا هيك ضفت الدجاج، راح خليه بس يتغير لونه. هلا عندي صار الدجاج بهذا الشكل، تغير لونه. هلا ما رح ضيف الملح، ما رح ضيف شي ولا البهارات. رح ضيف له لتر ونص مي فاترة، فاترة مو باردة، فاترة. هلا عندي هون لتر. رح ضيف كمان نص، وما رح اغطيه، رح استنى عبين لا يغلي. مش انه يوصل لمرحلة الغليان، لانه الزفر اللي رح يطلع زي القشطة هو رح شيلها عن الوش. وبعدين رح ضيف البهارات، لانه اذا هلا ضفت البهارات وطلعت الزفرة وشلتها رح شيل نص كمية البهار معها وما رح استفيد شي. بس انا رح حط البصل، رح حط البصلتين بس. هلا رح تركها عبين لاشيل عبين لتتكون الزفرة اللي فوق على الوش واشيلها. هلا زي ما انتم شايفين بلشت تطلع الزفرة على الوش، رح شيلها. هلا هون بعد ما شلت الزفر عن الوجه رح ضيف معلقة ملح كبيرة، رح ضيف الجزرة زي ما حكيت. هون رح ضيف حبة اللومي وورق الغار، عود القرفة، كم حبة قرنفل قد ما بتحبوا. وهلا رح ضيف مكعب ماجي صغير. بالنسبة للدجاج انا ما حكيت قديش الكمية، فحسب ما بتحبوا. انا الصراحة لما بطبخ ما بعير ولا شي، بس انا عشان اوضح لكم حطيت شي 7 فخاد وسط، وإلهم لتر ونص مي فاترة. هلا رح ضيف مكعب الماجي، ورح ضيف البهارات. رح حركهم شوي، وانا هلا وطيت الغاز على نار هادية. رح خليه لمدة نص ساعة 35 دقيقة. رح سكر عليه غطيه.
هلا هاي بالنسبة للخطوة الأولى. أنا حابة أفرجيكم خطوة بخطوة عشان أوضح لكم أكتر. هلا عندي الخطوة الأولى خلصت، رح بلش بالخطوة الثانية. هلا عندي بالنسبة للمرحلة الثانية رح أنا عندي هون جزر فريش قطعته لمكعبات صغيرة، رح أحطه بالطنجرة. بازيلا رح أحطهم مع بعض بالطنجرة، حط عليهم مي، حطهم على الغاز، حط شي 20 دقيقة. رح أحطهم مع بعض على الغاز شي 20 دقيقة. هلا عندي بالنسبة للدجاج استوى معي هيك، طلعته من المرقة وحطيته هلا بصحن على جنب. كمان شوي رح بهره وعشان اشويه، او اللي بحب يقليه. هلا رح احطه على جنب. هلا باجي للمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية زي ما قلنا الجزر والبازيلا حطيتهم على النار لمدة 15 20 دقيقة. 15 دقيقة افضل شي، 15 دقيقة، عشان بس بدي شوي الجزر يستوي شوي صغيرة بازيلا. هلا بالنسبة للرز عندي هون انا ما بنقعه، بغسله بس مي فاترة. هلا البهارات هلا بدي احمس هون بتصير عندي عملية تحميص الرز. رح احط اول شي زيت في الطنجرة، هلا رح فرجيكم. بعدين رح احط الرز بس يقدح شوي الزيت، واحط عليه بهارات. عندي هون كاري، عندي هون جوزة الطيب برشتها فريش، عندي هون فلفل ابيض مطحون، فلفل اسود، عندي فليفلة بودرة ناعمة، بودرة حلوة، عندي هون قرفة، وعندي هون بهارات مشكلة. اللي بتحبوه يعني حطوه بهارات، بس الأفضل لا تكتروا. هلأ رح انتقل للمرحلة هاي كيف بدي أحمس الرز. هلأ رح هلأ عندي هون طنجرة حطيت زيت فيها عشان أحمس الرز زي ما قلت. هلأ رح ضيف الرز. رح اضيف له معلقتين كبار ملح حسب ما بدكم تضيفوا ملح. وهلا رح اضيف البهارات اللي قلت عنها: فليفله حلوه بودره، فلفل ابيض، جوز الطيب، كاري، فلفل اسود، بهارات مشكله، قرفه. هلا انا رح ضيف شويه مي، يعني قدر مج مي ومج من مرقه الدجاج، او اذا بتحبوا مرقه الدجاج لحالها، بس انا بحب اخلطها مي ومرقه الدجاج. هلا هيك بالنسبه للرز رح شايفين كيف غمره، يعني الرز بيكون لهون ومستوى المي لهون، الرز لهون ومستوى المي لهون، لازم غمره تكون لهون. هلا رح بس يغلي عندي، رح خليه مكشوف، بس يغلي عندي رح غطيه. هلا عندي هيك بلش يغلي الرز، رح اوطيه على الاخير هيك، رح اوطيه. وهلا رح غطيه واخليه على نار هادية. راح اخليه هيك. هلا عندي الرز زي ما قلت راح اخليه على نار هادية عبين لينشف ويستوي. هلا عندي هون قلاية راح احط فيها شوية زيت، قدر معلقتين كبار.
او 3 معالق كبيرة زيت. هلا عندي هون بالنسبة للحمة راح اقلي اللحمة واضيف لها بهار. البهارات فليفلة سودا مطحونة، فليفلة بيضة، فليفلة حلوة بودرة، كاري، جوزة الطيب بتعطيها طعمة طيبة كتير كتير، اللي بتعطي للأوز طعمة طيبة، خاصة كمان الرز والحشوة. شو كمان عندي؟ رح احط ملح. هلا رح فرجيكم شو البهارات اللي احطها. خليني اول شي يحمى الزيت. هلا عندي لحمة هون 300 جرام لحمة رح اقليها. لحمة خروف. هلا هيك عندي قربت تستوي اللحمة. راح ضيف البهارات، كاري، جوز طيب، فليفلة بودرة حلوة، فلفل ابيض، قرفة، فلفل اسود. عندي هون معلقة كبيرة ملح. خلطهم كلهم مع بعض. هلا راح ضيف فوقيهم الجزر والبازيلا. هاي الحشوة للأوزي، حشوة الأوزي. راح اخلطهم مع بعض. هلا هاي الحشوة هيك صارت يعني قريبة على الجاهزة. راح وطيها لمدة 10 دقايق 7 دقايق. راح وطي الغاز على الأخير وأخليها على الغاز وأحرك شوي. ريحتها بتشهي كتير. إن شاء الله بتمنى تجربوه وأكيد طعمه رح تعجبكم كتير. هلا أنا عندي هون زاد مرقة، شوية مرقة من الدجاج. ما راح كبها طبعا. راح اعمل جنب الاوزي محمر بطاطا. محمر البطاطا انا هون عندي بطاطا فريش مقطعة مكعبات. راح اسلقها بمي. بعدين بس اسلقها بالمي وتستوي شوي يعني نص سوية. راح اكب ميتها واضيف عليها المرقة. بس اشوفها المرقة غليت على البطاطا راح كون مقلية شوية كزبرة فريش طازة مع حزين توم او قد ما بتحبوا. فيها طعمة كتير كتير طيبة. هلا بالنسبة هذا لمحمر البطاطا. هلا عندي الدجاج هون انا بهرته جاهز. بدي احمسه بالقلاية انا اخر شي. هلا عندي هون الحشوة صارت جاهزة. راح شيلها عن النار. هلا انا هيك حطيت البطاطا زي ما قلت لكم بالطنجرة وغمرتها شوية مي. بس تغلي وتستوي شوي راح شيلها واضيف عليها المرقة. هلا بهاي الاثناء راح اعمل الثوم والكزبرة وراح فرجيكم اخر مرحلة كيف راح الثوم والكزبرة عليها. هلا عندي هيك الرز استوى. طفيت تحتي انا. راح فرجيكم محبته ما احلاها. هلا انا هون شلت المي عن البطاطا. راح اضيف المرقة. راح خلي شوي بالقاع. هلا بقولكم ليش. هلا عندي هون توم وكزبرة قليتهم. راح اضيف عليهم المرقات. حركهم مع بعض. هلا بالنسبة للفخاد حطيتهم بالقلاع. حطيت عليهم شوية زيت وراح احمسهم تحميص بس اقلبهم. هلا عندي بجاط غميق. راح اضيف شوي من الحشوة. هلا راح احط الحشوة على الوجه. هلا انا عندي هون صنوبر مقلي وعندي لوز مقلي. راح احطهم على الوجه. هلا هيك عندي الأوزي صار جاهز. بتمنى ان شاء الله يعجبكم محمر البطاطا. ان
شاء الله صحة وألف عافية، وأي استفسار أنا جاهزة. صحة وألف عافية.